السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا احلى متتبعين، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو بالصحة والراحة وطول العمر باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نحضر معكم الطلبية ديال بوشنيخه اللي كتجي غزاله كتحمق، يعني كتحمق كل من ذاقها. كنتمنى حتى نتوما تجربوها تخدموا على راسكم، علاش لا. شوفوا راها كتجي غزاله ما شاء الله. كنتمنى يعني الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش لايك الفيديو والاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وندوزو للطريقه ان شاء الله، ونذكر معكم في اخر الفيديو ثمن البيع باش تبيعوها ان شاء الله، علاش لا. بسم الله على بركه الله. هنا عندي 2 كيلو ديال الدقيق ابيض نوعيه جيده ومنخول، وعندي 2 خمارات من وزن 8 غرام مجموع 16 غرام. ولا بغيتو العبار يعني ديال كيلو قولوا لي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وهنايا راه غادي يعني تقسموا المقادير، يعني كيلو كل كيلو فيه خماره فانية. هنا درت 2 فانيات، يعني 2 كيلو ديال الدقيق، 2 فانيات، 2 خمارات، 2 معالق ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، يمكن لكم ديروا معلقه صغيره ومعلقه نافع. وبالنسبه للتنسيمات كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تستغناو على النافع والقرفه، كيبقى لكم الاختيار. يعني انا قلت لكم معلقه صغيره، يعني الا درتي كيلو، الا درتي 2 كيلو ديري معلقه كبيره ديال القرفه، 2 معالق ديال النافع. الا درتي كيلو ديري معلقه نافع. صافي. هنايا عندي شويه ديال الملحه، ضروري من الملحه. هنايا عندي نص كاس ديال الخل، يعني الا درتي كيلو ديري غير ربع كاس او 4 المعالق. صافي. هنايا عندي الزبده، هنايا عندي نص كيلو ديال الزبده، يعني كل كيلو كتمشي فيه رابعه ديال الزبده وكاس ونص ديال الزيت. يعني الا درتي كيلو ديري كاس مع مرش ديال الزيت. انا درت كاس ونص هنايا، ونص كيلو ديال الزبده. المجموع كما قلت لكم، يعني الا بغيتي ديري كيلو راه ديري رابعه زبده وكاس مع مرش ديال الزيت. صافي. هنايا كيف مشيت معايا غنبسبس هاد الزبده اللي خويت فوق الدقيق، نحاول نبسبسها مزيان، ندخلها في الدقيق. وصدقوني راها جات غزاله كتحمق، يعني ما كتهرس، ما كتفرتت، ما حتى شي حاجه، يعني ما كاينش الضياع نهائيا، ما ضاعت ليا حتى شي حبه. صافي. معك كيف ما كتشوفوا معايا نبسبسوها مزيان، نرملوها بهذيك الزبده والزيت. انايا نسيت ما درتش زعفران، حتى عجنتها وساليتها، عاد تفكرت راسي راه ما درتش زعفران. ما رطبتوش في الحليب ولا في شويه ديال الماء. ديروا زعفران. هنا عندي 2 كيسان ديال المزهر كما قلت لك. راكي غتنقصي المقادير، ديري مثلا كيلو راه ديري فيه كاس، ولا بغيتو المقادير مضبوطه راه نكتبها لكم في صندوق الوصف ديال كيلو. صافي. هنايا نبدا نعجن، يعني درت 2 كيسان ديال المزهر، وغنبدا نجمع في العجينه. غنجمعها بالحليب، حليب دافي. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا وليس امرا. الله يجزيكم بخير. فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. الله يحفظكم يا ربي. صافي. هنايا كما شفتوا معايا راه كنضيف الحليب. وبالنسبه للحليب راه هزت ليا نصف لتر ديال الحليب. نص لتر راه تيبقى على حساب الدقيق، واش كيشرب واش ما كيشربش، يعني على حسب الدقيق. يقدر يهز لك اكثر من نص لتر، يقدر يهز لك نص لتر قد. صافي. هنايا ندلكها واحد شويه، نعطيها شويه غير واحد شويه دليك، غير شويه نديها ونجيبها بين يديا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي. والعجينه تكون متماسكه، ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. الا قصحتوها غتجي كتفرتت، والا رخفتوها غادا تمحنكم. يعني تكون متماسكه، يعني يعني ما خفيفه ما ثقيله، يعني ما قاصحه ما مرخوفه. صافي. درتها في واحد البلاستيكه وخليتها حتى ساليت، خليتها ترتاح. غنقسمها على 2، النص غنديرو في بلاستيكه والنص غنخدم به، يعني على ما نسالي هاد النص هذا ندوز النص الاخر. صافي. هنايا غنقطع مرصويات بحال ما هكا. نتوما تحكموا في الحجم، القياس اللي تبغيو نتوما، زعما واش ديروا مرصويات كبار ولا صغار ولا كيبقى لكم الاختيار. غنديرهم في بلاستيكه باش ما ينشفوش، ضروري من البلاستيكه. صافي. وغنبدا نسرح بالمدلك بحال ما هكا. هنا راه ما استعملتش في هاد المرحله، ما استعملتش الدقيق. صافي. نورقها غير واحد شويه بالمدلك، او بغيتو يعني تسرحوها غير شويه وتدوزوها في الوراقه كيبقى لكم الاختيار. المهم انا درتها بالمدلك بحال ما هكا. وراه سبق لي ومشاركه معكم بوشنيخه في فيديوهات سابقه، راه مشاركه معكم. صافي. هنايا نقسمها على 2 ونحط، غنديرها في واحد البلاطو ونغطيها حتى هي ببلاستيكه.
يعني اللي سرحتها بحال ما هكا غنديرها في بلاطو نغطيها ببلاستيكه. صافي غنستمر بنفس الطريقه. نتمنى يعني الشرح يكون واضح، الصوره تكون واضحه لكم. صافي غنسرح ونبقى نطويها كيف ما كتشوفوا في الفيديو. نقادوها مزيان صافي ونجمعوها يعني نطويوها. وكما قلت لكم الا بغيتو تستعنوا غير بالوراقه راه يمكن لكم يعني تسرحوها غير واحد شويه بالمدلك صافي وتكتفوا بالوراقه، يعني تسرحوها بالوراقه. صافي طويتها بحال على هذا الشكل هذا، وغنسرحها واحد شويه بالمدلك. بغيتو تخليوها غير بحال ما هكا تدوزوها تورقوها في الوراقه، راه كيبقى لكم الاختيار دوزوها في الماكينه صافي. وغنجمعهم كما قلت لكم نحطهم في بلاطو. ضروري ما تغطوهم بلاستيكه باش ما يكرموش، يعني باش ما ينشفوش ليكم. فعلاش الاختي اللي ما تخدميش على راسك في هاد المناسبه ديال رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. راه يعني دغيا كتوجد في نهار، يعني ماشي تاخذ لك يومين ولا شي حاجه، راه في نهار توجدي. وغنذكر معاكم حتى يعني العبار شحال خرجت ليا وشحال كتخرج للكيلو. صافي غنستمر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. كنقاد دوك الجوانب بحال ما هكا وكنسرح بحال كل بانت ليا شحال غليظه نعرضها واحد شويه صافي ونضربها بالمدلك، يعني نزيد نطولها واحد شويه. وكما قلت لكم راه تخليو غير ندوزوها غير في الماكينه راه احسن. صافي انا نكمل هاد الطريقه وندوزو هنايا. درت واحد شويه ديال الدقيق ودرتها في الرقم 2، يعني راه الماكينه كتختلف كل وحده والارقام ديالها. هنا دوزتهم في الرقم 1، عفوا في الرقم 2، وغنعاودتهم في الرقم 4. المهم انا درتهم في الرقم 2 وعاودتهم في الرقم 4، يعني تدوزت مثلا 4 الاشرطه، دوزت 4 الاشرطه درتهم في الرقم 2 وعاودت غندوزهم في الرقم 4. كنتمنى تكونوا فهمتوني اش غنقول لكم. صافي ندوزهم كاملين عاده باش ندوزو يعني نديرهم في هذيك اللي كنخرجوا بها البوشنيخه. انا علاش دوزتها غير في الرقم 2 والرقم 4 حيت اصلا انا مسرحها شويه بالمدلك. الا استعنتو غير بالوراقه يعني راه ديريها في الرقم 1، يعني هو اللي واسع كبير. راه كاين اللي كتكون رقم 8 هو اللي تيكون يعني هو دوزيها فيه الاول. كنتمنى تكونوا فهمتوني اش غنقول لكم. صافي هنايا غندوزها في هذه ديال اللي كنخرجوا بها بوشنيخه بحال ما هكا. انا كنتعاون انا وزكريا، هو كيدور ليا وانا كنشد العجينه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغنسرحهم فوق البوطاجي بحال ما هكا، يعني فوق سطح العمل حتى نسالي هذوك 4 الاشرطه اللي ورقت كيف ما كتشوفوا. عاد ندوزو باش نشكلوها، يعني دير واحد الكميه 4 5 6 يعني على حسب الا كان عندكم اتساع. صافي وكتبداي تشكلي فيها. صافي انا غنحط بحال ما هكا كما قلت لك. راه ما هاد العجينه راه ناجحه 100%، راه ما غتكسر لك، ما غادا تفرتت لك حتى شي حاجه. صافي هنايا انا كملت هذوك 4 الاشرطه كيف مشوا معايا، يعني صايبناهم حطيتهم بحال هكا فوق سطح العمل عفوا. صافي وهنايا غنقادهم بحال هكا وغنبداو نشكلوا فيهم، يعني القياس اللي بغيتو ديروهم كبارين، بغيتو ديروهم صغار، يعني الحجم نتوما تحكموا فيه. وبالنسبه زعما واش تبغوا عامره ولا ما تعمروهاش عاوتاني بزاف حتى تجي عاوتاني غليظه من الداخل، يعني القياس اللي بغيتو. وانتم تحكموا في العرض ديالهم، واش تبغاوهم عراض بزاف او شويه. يعني كما قلت لكم الا كانت تاني عامره بزاف راه غتجي غليظه. انا كنفضلها بحال ما هكا، انا كنصايبها بحال كنتوما كيبقى لكم الاختيار كل كيفاش كيدير ليها. صافي كنشكل بحال هكا ونقرص. وحاولوا تقرصوا مزيان يعني تشدوهم مزيان بصباعكم باش ما يتحلوش لكم دوك الشريطات ديال البوشنيخه. صافي هنايا غنقطع دوك الزوائد ونقطعها بالموس كما كتشوفوا معايا. هذوك الزوائد بحال ما هكا كنجمعهم ونديرهم في واحد البلاستيكه، ولا تزيدوهم يعني فين ما درتو شي شريط غتسرحوه وتزيدوه فيه. صافي كنحلها مزيان بحال هكا. كنتمنى تكون واضحه لكم، يعني كنشدها ونحلها بيدي بحال ما هكا. صافي وكندورها. يمكن لكم ديروها غير بحال ما هكا، يعني غير تقربوا عند بعضياتها او تدوروها على هذا الشكل كيبقى لكم
الاختيار ديرو كيف ما حبيتو. انا درتها بحال هكا، يعني درتها مايله شويه، دورتها. يمكن لكم يعني غير تقربوا عند بعضياتها كما سبق ليا ومشاركها معاكم. صافي، ونثبت هذوك الجنيبات مزيان باش ما تحلش. شوفوا راه كتجي غزاله، شوفوا محلوله، ما كتهرس كما قلت لكم، ما كتفرتت العجينه، ما حتى شي حاجه. صافي، غنستمر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا حتى نساليو نشكلوا هاد الاشريطه كاملين كيف ما كتشوفوا. ضروري ما تديروا هاد الحركه، يعني تحركوا هذوك تحركوهم باش ما يتحلوا، يعني باش ما يبقاوش مزديين مع بعضياتهم، باش ما تجيكمش معجنه. وراه دغيا كتوجد، ما كتاخذش يعني مده طويله، يعني بالاخص الا كان شي حد يعاونك، راه دغيا يعني كتعاونوا. انا راه عاوني زكريا في الاول، وفي العجنه في هذاك النص الاخر اللي قسمت جات عندي جارتي الله يجازيها بخير، كملاتو معايا، الله يحفظها يا ربي، الله يعطيها صحيحتها. صافي هنايا غنكمل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا حتى نساليهم كاملين، وكنحط في واحد الطاوه او تحطوهم في بلاطوات ولا. صافي، وكتبداي تقلي. صافي، هنا حطيت خويت الزيت عفوا في المقله وسخن مزيان، وبديت هنايا كنقلي فيهم كيف ما كتشوفوا، يعني كنحطهم في الزيت. شوفوا راه كتجي يعني كتحل بوحديتها، شوفوا كيفاش كتبان. يعني في الاول تكون النار مرتفعه، وملي ديروهم كاملين، يعني ديروا الكميه كامله، نقصوا النار راها كتكون مرتفعه غادي تشوط. راه دغيا دوك اللي حطيتو الاولين كتلهبوا من العافيه. صافي، نقص البوطه وخليهم يطيبوا على خاطرهم، ومره مره بحال هاد الاولين يعني قلبتهم حيتاش كانت العافيه باقا مرتفعه، قلبتهم باش ما يتشوطوش ليا، وتبقاو يعني تقلبوا فيهم حتى يبانوا لكم. اللي تحمرت من التحت تقلبي يعني الوجه ديالها الفوقاني يهبط لتحت باش تحمر منه تاعي، يعني من الجهتين بجوج، يعني ما تغفلوش عليها نهائيا. كما قلت لكم في الاول النار كتكون مرتفعه، ملي كديريهم في الزيت يعني كتكملي الكميه ديالك، كتنقصي عليهم البوطه وتخليهم حتى يذهبوا، كما قلت لكم حتى يذهب اللون ديالهم. صافي، وكنقلبوهم وتبقاو يعني مره يعني تقلبوا شي وحده بحال هكا الا بانت لكم بدات كتذهب، يعني يكونوا معاهم على بال باش ما يتحرقوش ليكم ولا يعني. وعاوتاني الا كانت البوطه مهيله بزاف راهم كيشربوا الزيت، فهمتوا واش بغا نقول لكم؟ يعني الا كانت لا نقصتوا العافيه على حدها غيشربوا لكم الزيت. من الاحسن يعني تكون العافيه متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف يعني حتى الارض وما تكونش مرتفعه عاوتاني. الا كانت مرتفعه كيتشوط، كانت تاني هابطه بزاف كيشربوا الزيت. صافي، وكنحط في العسل حدايا، والعسل سخنته هنايا بالنسبه للبوشنيخه ضروري تسخنوا ليها العسل. صافي، هنا راه ذهبوا في اللون ديالهم، يعني خداو اللون ديالهم، يعني ما تخليهمش يتحمروا بزاف. ملي كيداروا في العسل يعني عاد يتوحد ليهم اللون ديالهم، عاد كيولي عندهم هذاك اللون محمر. فهمتوني اش بغا نقول لكم؟ يعني العسل كيزيد يعطيهم واحد اللون اخر. كما قلت لكم ضروري ما تسخنوا العسل في البوشنيخه، ضروري. هنايا راه سخنته شويه وحطيته، وكنحط فيه بحال ما هكا، يعني كنحط في الزيت عفوا في العسل. صافي، وغنعاود ندير الكميه الاخرى، يعني نحط القليه الثانيه. وبالنسبه للبوشنيخ انا حاطه في العسل، يعني نحطوها تشرب في العسل، نديرو فوق منها العسل وغير بشويه باش ما تهرسوهاش. هنا راه كان تيعاوني ولدي الكبير فيها، وبدا يحرك فيها، بدات كتدير، يعني ما حاولش عليها. صافي، هنايا كما قلت لكم انا درت هاد القليه الثانيه، وملي نقرب نحيد هذه يعني نقرب شويه نحس بها راه شربت داك العسل، ونهزها نحطها نديرها في شي كسكاس ولا في شي شبيكه ولا في شي حاجه، نحطها تسقطر من العسل باش نخوي ليا البلاصه فين نحط الاخرين. وبالنسبه للعسل راه مشاركاه معكم في القناه، راه تلقاو العسل ديال القالب ديال السكر، تلقاو العسل ديال السنيده، يعني راه محضر معكم 3 الانواع ديال العسل. دخلوا القناه وراه تلقاو العسل.
صافي هنايا كيف مشيتو معايا راه بداو كيتحمروا شويه، وكنبقى نقلبهم كما قلت لكم شويه بشويه حتى كياخذوا اللون ديالهم. قلت لكم تستعنوا بحال هاد العود ديال الشواء ولا شي فرشيطه، ولا يعني غير بشويه باش ما يتهرسوش. حاولوا تقلبوهم غير بشويه باش ما يتهرسوش ليكم. صافي غنستمر بنفس الطريقه، يعني غنحيد هاد القليه هادي ملي غتحمر ونحيدها حتى هي ونديرها في العسل، ونعاودو ثاني ثالثه، ونبقاو غاديين بالتدريج حتى نكملوا. الا كانت عندكم شي مقله كبيره ولا يمكن لكم يعني ديروا مقله كبيره اكبر من هذه بحال ما هكا، كيبقى لكم الاختيار، ولا ديروا كسرونه. مراتي يبقى لكم تقليو فاش ما حبيتو اللي متوفر عندكم. صافي غنحاول يعني نشربهم العسل غير بشويه بشويه، وراه ما ضاعت ليا كما قلت لكم حتى شي حبه نهائيا. يعني هاد القليه الثالثه عاوتاني، وكنبقى غاديه بالتدريج حتى نساليهم كاملين، ونعاود نتلاقى بكم ان شاء الله. ها هي بعد ما طيبت انا خليتها هنايا حتى الصباح حتى تسقطرت على خاطرها. شوفوا كيفاش كتبان دابا مع الضوء، شوفوا كيفاش كتبان اللون ديالها. الصراحه الله راه جات غزاله كما قلت لكم كتحمق. كنتمنى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتخدموا على راسكم في هذا الشهر المبارك، علاش لا. صافي هنايا كما شفتوا راه تيكون عليهم الطلب كثير في رمضان. راه بزاف الناس كتسولني واش كنصايب الشباكيه، واش الناس بغات تسلو بغات الشباكيه. الصراحه الله ولكن ما عنديش الوقت، سمحوا لي بزاف، سمحوا لي كنعتذر منكم وبزاف، يعني ما عنديش الوقت باش نصايب. صافي هنايا كمشوا معايا 2 كيلو راه ديال الدقيق، خرجت ليا 5 كيلو ديال البوشنيخه. هنا كاينين 3 كيلو، وكاينين هنا 4 الكرطونات ديال نص كيلو نص كيلو، المجموع راه 5 كيلو ديال البوشنيخه اللي خرجت. وبالنسبه للثمن 70 درهم 60 درهم، يعني على حسب المدينه اللي كتكوني متواجده فيها. تحسبيها الكيلو 70 درهم الكيلو، 60 درهم حتى ل 80 درهم الكيلو باش كتخرجي. وكنتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه. الله يجازيكم بخير. وصلنا لاخر فيديو، تنقول لكم بسلامه عليكم.